السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. في البداية ديال القرن العشرين كانت شيكاغو معروفة بالجريمة والعنف، وواحدة من أكثر الشخصيات المرتبطة بتاريخها هي آل كابوني، رجل العصابات اللي ولات سيرته أسطورة في المجال ديال الإجرام، والسمعة ديالو دارت في الأفلام والقصص. ولكن واش كانت الصورة اللي دارها الإعلام عليه صحيحة؟ واش كان فعلا هذاك المجرم القاسي اللي ما كيرحمش، ولا كان مجرد ضحية للظروف ديالو؟ في هذه القصة غادي نكتشفوا المسار ديال آل كابوني من البداية ديالو كطفل مهاجر في ميريكان حتى وصل للزعامة ديال أخطر العصابات في التاريخ الأمريكي. في 1932 خرج فيلم سكارفايس اللي كان كيسرد القصة ديال رجل العصابات الشهير آل كابوني. ولكن قبل ما يتعرض الفيلم دخلت الرقابة الأمريكية على الخط باش تضمن أن شخصية المجرم تبان شريرة وما تثيرش أي تعاطف، بحال اللي قالوا خاصو يكون شرير كيشرب الدم مع الفطور. وزادوا عليه شرط آخر، خاص البطل يموت بطريقة مهينة، وزادوا في العنوان ديال الفيلم جملة عار الأمة. هاد الشي كامل باش الفيلم يكون إدانة واضحة لآل كابوني ويبان بحال عار على الحلم الأمريكي. ولكن حتى من بعد ما المنتجين قبلوا شروط الرقابة، الفيلم تمنع في العديد من المدن، حيث الخوف ما كانش غير من الفيلم ولكن من شخصية آل كابوني نفسها. في الحقيقة آل كابوني ما كانش مجرد مجرم بحال اللي صوروه في الفيلم، بل كان مشهور ومحبوب حتى أنه كان في غلاف مجلة تايم 1930. الفيلم كان كيبين البطل كنكرة مكروه. في الحقيقة آل كابوني كان كيتشاف بحال نموذج ديال النجاح الأمريكي. آل كابوني راه ما ماتش برصاصة ولا من الشرطة ولا من العصابات، وبقى على قيد الحياة في واقع مختلف تماما على اللي صوروه في الفيلم. القصة الحقيقية ديال آل كابوني كتبدا في 1894 ملي هاجروا والديه غابرييل وتيريزا من جنوب إيطاليا لأمريكا، ومعاهم غير $17. بحال بزاف ديال المهاجرين ديك الساعة جاو يحققوا الحلم الأمريكي. ولكن كانوا جوج الأنواع ديال المهاجرين، النوع الأول مزارعين وعمال، والنوع الثاني اللي كانوا مجرمين هاربين من القانون في إيطاليا. الفرق بينهم كان في طريقة تحقيق الحلم، هادو بالقانون وهادوك بالعصابات. وسط هاد الظروف تزاد آل كابوني في 1899. كان عنده ذكاء وتفوق في المدرسة، ولكن العنف كان دايما حاضر، حتى فاش طردوه من المدرسة في 14 عام حيث ضرب المعلمة. من تما قرر يخرج من النظام المدرسي واختار طريق آخر. هاد الطريق غادي يبدا مع واحد العصابة تحت قيادة جوني توريو اللي غادي يشوف آل كابوني موهبة في العالم السفلي. وفي 17 عام آل كابوني بدا خدمته كغارسون في ملهى ليلي تابع لعصابة توريو، ومن تما بدات الرحلة ديالو مع الإجرام. وحتى الندبة اللي كانت على وجهه اللي سماوها سكارفايس جات من خلاف في ملهى مع خو البنت اللي كان كيعاكسها. الندبة هذه ولات رمز ديال العصابات ديالو، ولكنها كانت مصدر إحراج كبير ليه، حتى أنه كان دايما كيتجنب يبان بالجهة اللي فيها التعويرة. في 19 عام تلاقى مع شريكة حياته مايكل بلين وتزوج على الرغم من الصعوبات. ولكن في 21 عام مات الأب ديالو اللي كان الصوت الوحيد اللي كيجبد آل كابوني للحياة المستقيمة. من بعد هاد الوفاة لقى راسو مسؤول على العائلة ديالو كاملة، وما قدرش يعيش بمداخل بسيطة، فقرر يختار طريق الإجرام بشكل نهائي تحت قيادة الأب الروحي ديالو جوني توريو. وهكذا بدا آل كابوني الرحلة ديالو كواحد من أخطر رجال العصابات في التاريخ، وكان دايما كيسعى باش يحول القصة ديالو لحكاية مثالية وكأنها قصة نجاح بطولية. ولكن الحقيقة كانت غير ذلك تماما. شيكاغو هي المدينة اللي كانت ديال الإجرام في ديك الوقت. غادي تجي فيها واحد الدعوة من توريو لآل كابون باش يجي يخدم معاه في العصابة، وفي ظرف سنتين فقط غادي يتحول آل كابون
من واحد الشاب اللي مجرد عضو في العصابة غير باش يصرف على راسو، النائب الزعيم ديال العصابة. واش نقدروا نقولوا كان عبقري في هذا المجال؟ بالطبع. الراجل كان عنده شخصية ثنائية، واحد السيد محترم وقدام الناس كيبان رجل أعمال نقي، ولكن في العالم السفلي كان كيتلقب بسكارفايس وكيبقى مرعب. هذا التناقض اللي كان عنده خلاه يستغل الفرص ديالو، خصوصا من اللي تقرر منع الكحول في 1920. القرار كان فرصة ذهبية بالنسبة ليه، حيت شاف السوق السوداء ديال الكحول كتزاد وقرر يدخل ليها باش يحولها من تجارة بسيطة لصناعة مربحة. كيفاش دار لهذا الشيء؟ بدل المفهوم ديال الحانات وخلاها أماكن للترفيه سرية فيهم موسيقى ديال الجاز اللي كانت موضة ديك الوقت، وبدا كيجيب نجوم كبار بحال لويس أرمسترونغ باش يلعبوا في هاد الحانات. الكابون ماشي غير كيدخل الفلوس، ولكن كيظهر للناس أنه كيوفر لهم الترفيه اللي ما كيلقاوش في بلاصة أخرى. من جهة أخرى الكابون عرف كيفاش يسلك الأمور مع البوليس وشري رضاهم بالرشاوي، حتى عمدة شيكاغو في ديك الوقت كان في جيبو. هاد الشي خلى العصابة ديال الكابون تكبر بلا ما يتعرضوا لشي عراقيل كبيرة. ولكن حتى مع النجاح ديالو المنافسة كانت صعيبة في ديك الوقت. عصابات أخرى بحال نورث سايد جانج كانوا كيتصادموا معاه، خصوصا حيت الكابون كان كيتوسع في مجالات أخرى بحال الدعارة اللي هاد العصابات كانت كتشوفها خط أحمر. هاد الشي أدى لهجمات متبادلة بحال مجزرة عيد الحب الشهيرة في 14 فبراير 1929 اللي الناس كلها شكت في الكابون يكون وراها، حتى ولو قال أنه ما كانش في شيكاغو في ديك الوقيته. هاد المذبحة بدلات الصورة ديال الكابون من رجل الأعمال أو تاجر السعادة لمجرم خطير كيتزعم عالم الجريمة. الصحافة دارت عليه ضجة كبيرة، حتى رجال الأعمال في شيكاغو بداو يضغطوا باش يتوقف. هنا غادي تدخل الحكومة الفيدرالية وتخلق فريق خاص قيادة الضابط إليوت نيس اللي مهمته كانت هي إسقاط الكابون. وبالرغم من أنهم قدروا يعرقلوا بزاف من العمليات ديالو، الضربة القاضية جات من الضرائب. 1931 الحكومة قدرت تسجنه حيث ما كانش كيدفع الضرائب، وهي الحاجة اللي ما كانتش في البال ديال الكابون حيث كان مركز على شحال من حاجة أخرى. وفي النهاية وبالرغم من كل جهود باش يوسع الإمبراطورية الإجرامية ديالو، كانت النهاية ديال الكابون مأساوية. 1931 من بعد معركة طويلة مع الحكومة الفيدرالية تم القبض عليه بسبب تهربه الضريبي. في المحكمة كانت مفاجأة للجميع، ولكن السبب كان بسيط اللي هو الضرائب. ما نجحش في الهروب من الماضي ديالو، وفي الأخير تأثرت حالته الصحية بشكل كبير نتيجة لإصابته بمرض الزهري اللي خلاته يعيش سنواته الأخيرة في عزلة وتدهور عقلي. مات في 1947 وخلى وراه صورة مركبة بين البطل الأسطوري والمجرم الفظيع. وهذه كانت القصة ديال الكابوني، رجل العصابات اللي حاول يحقق الحلم الأمريكي بطرق ملتوية، ولكنه في الأخير سقط ضحية لنظامه الخاص اللي بناه على العنف والفساد. تهلاو.